السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتعرف اليوم على دروس جديدة لمراجعة شهادة التعليم المتوسط. الدرس الأول: الممنوع من الصرف لعلة. يكون هذا في الأسماء المنتهية بألف التأنيث مثل حمراء وسلمى. هذه أسماء مؤنثة انتهت بالألف على الهمزة وانتهت بالألف المقصورة وهي مؤنثتان، أو في صيغة منتهى المجموع على وزن مفاعيل مثل تماثيل، مصانيع. الدرس الثاني: الممنوع من الصرف لعلتين. أولا، ما يمنع من الصرف لكونه، وهو نوعان. النوع الأول: أولا ما يمنع من الصرف لكونه اسما علما مع علة أخرى، وهو على عدة الصور العلمية مع وزن الفعل مثل أحمد، أدهم، يزيد، نرجس. والصورة الثانية: الاسم المركب تركيبا مزجيا ولم يختم به ويه مثل تعلي، بك، حضر، موت، حضر، موت، بور، سعيد، بور، سعيد. مركب من اسمان. العلم الأعجمي يشترط ألا يكون ثلاثيا مثل إسماعيل، إسحاق، إدريس، يعقوب. الصورة الرابعة: العلم المزيد في آخر ألف ونون مثل علمان، علمان، عدنان، عفان. الصورة الرابعة: العدل، أي لا يكون معدولا به من إلى وآخر، وغالبا ما يكون على وزن فعل مثل عمر معدولة عن عامر، زحل معدولة عن زاحل. الصورة الأخيرة: التأنيث، ولديه حالات 4. أمثلة: معاوية، زينب، أمل، قمر، هند. وكل هذه الأسماء مؤنثة في حالة التأنيث. النوع الثاني: ما يمنع من الصرف لكونه صفة مع علة أخرى، وهذه العلل وهي: العلة الأولى وزن الفعل، أي ما جاء على وزن الفعل مثل أفعل، على وزن أفعل مثل أكبر، أفضل. زيادة ألف ونون. العلة الثانية: إذا كانت الصفة على وزن فعلان ومؤنثه فعلى مثل عطشان مؤنثه عطشا، جوعان مؤنثه جوعا. العلة الثالثة: العدل، أي أن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر، وذلك في موضعين: إذا كانت الصفة أحد الأعداد 10 الأولى على وزن فعال ومفعل مثل أحاد وهو وموحد، وثلاثة ومثلث. كلمة أخرى. العلة الأخيرة كلمة أخرى، وهي جمع مؤنث آخر الذي هو على وزن أفعل. الدرس الأخير وهو التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. النوع الأول: التوكيد اللفظي، هو تكرار اللفظ بعينه أو مرادفه، وينقسم إلى قسمين: اللفظ الظاهر نحو الله الله، اللفظ الضمير نحو قمت أنا، نحو قمت أنت. التوكيد المعنوي، وتشهر ألفاظه نفس، عين، كلا، كلتا، كل، جميع. أمثلة: رأيت زيدا نفسه، أقبل الجنديان كلاهما.
أحكام التوكيد، ولديه صور عديدة. التوكيد. الصورة الأولى: التوكيد يتبع المؤكد في إعرابه. الصورة الثانية: لا يجوز توكيد النكرة إذا كانت محدودة بمدة زمنية، مثل نحو صمت الشهر شهرا كله. العلة الثالثة: الجملة المؤكدة أكثر ما تكون مقرونة بحرف عطف، مثل قوله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. العلة الرابعة: عند توكيد الضمير المرفوع أو المستتر أو المتصل بالنفس والعين، وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، نحو جاء هو نفسه. والعلة الأخيرة: يجوز أن يتعدد التوكيد ويتقوى، نحو قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا، والسلام عليكم، ونلتقي في درس جديد.